بامانه جوزي اول ما شاف المنظر ده كان هيجرى له حاجه من الصدمه، يا عيني اتصدم. قلت له على فكره انا كده بوفر لك. قال لي انت كده بتوفري لي، امال لو كان قصدك تخربي بيتي كنت عملت ايه؟ قلت له اصبر بس للاخر وانت هتشوف بعينك انا عملت ايه من الثلاث فرخات. في الاول زي ما انتم شايفين كده اشتريت ثلاث فرخات يعني في الزمن ده. طبعا الفرخه معديه ال 2 كيلو ونص، قلت اجيبها حجمها كبير علشان اعرف اعمل منها اكلات كتيره. طبعا اهم حاجه في الفراخ ان احنا لازم نغسلها كويس. فجبت الفراخ حطيتها في طبق كبير وحطيت عليها ميه وحطيت عليهم كده حوالي 6 معالق كبار من الملح، معلقتين كبار من السكر، وعصرت بقى عليهم كده ليمونتين 3 عشان بس ريحه الزفاره بتاعه الفراخ، وكم ورقه من ورق الغار، وجبت كده بصلايه قطعتها شرايح وحطيتها كمان مع الميه، وكمان معلقه كبيره من الطحينه، وقلبتهم بقى كويس مع بعض. ولازم بقى ندعك الفراخ في المحلول ده كويس، وهنسيبها كده حوالي ساعه، وبعد كده بنغسلها كويس ونصفيها من الميه يعني اللي بتبقى موجوده فيها. ده شكل الفراخ بعد ما صفيناها. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل فيها ايه. طبعا انا حبيت ان انا اجيب الفراخ حجمها كبير علشان اعرف اعمل منها زي ما قلت لكم حاجات كتيره. فطبعا اول حاجه جبت اول فرخه، طبعا قسمتها من النص زي ما انتم شايفين، يعني فصلت الجزء بتاع الاوراق عن الجزء بتاع الصدر. هنجيب بقى الورك ونبدا نقطعه لجزئين. هنا تقدري تقطعي بالسكينه او تقطعي بالمقص لو انت متوفر عندك المقص بتاع تقطيع الفراخ. وهنا بقى زي ما انتم شايفين كده ان الورك بيبقى فيه كده جزء من تحت كده بيبقى فيه زفاره كتير قوي، لازم نستغنى عن الجزء ده خالص ونتخلص منه. وكل ورك بقى هنقسمه لجزئين، الدبابيس هنستخدمها في مره لوحدها يعني، وكمان الجزء التاني. تعالوا بقى كده اقول لكم ازاي نخلي الصدر في منتهى السهوله. الصدر الجلد اللي بيبقى موجود فيه بنبدا كده نتخلص منه خالص ونرميه. وطبعا هنبدا كمان بعد كده نقطع الاجنحه، لان الاجنحه دي هنستخدمها في اكله نقدر يعني ان احنا نستفيد منها بعد كده. الصدر بقى يا جماعه بيبقى في النص متحدد زي ما انتم شايفين بسكينه، هنبدا بقى نمشي السكينه كده في النص بالظبط، وبتلاقي ان العظم في الصدر يعني بيبدا كده ان هو يبان معانا. بندخل السكينه كده في العظم من جوه، بنلاقي ان الصدر بيتخلى معانا في منتهى السهوله. بصوا كده تاني معايا، مجرد بس ان احنا كده بنحرك السكينه بنلاقي ان الصدر بيخرج معانا بسهوله جدا. الصدر ده هحطه كده بقى في كيس وادخله الفريزر يتمسك معايا شويه علشان اعرف اقطعه بانيه، وكمان لحد يعني اما اخلص بقيه الفراخ التانيه. الفرخه التانيه هنخليها بنفس طريقه الفرخه الاولى بالظبط، وهنطلع برضو الصدر هنحطه برضو في كيس وهنحطه في الفريزر شويه. تعالوا بقى للفرخه التالته. الفرخه التالته دي انا عايزه اعمل منها حمام كداب، فعشان كده لازم نحتفظ بالجلد زي ما هو. فبنيجي كده من عند الصدر نقطع الجلد من النص، وبعد كده هنبدا نقطع الاجنحه زي ما انتم شايفين. وبنجيب بقى الفرخه ونبدا نقسمها نصين كده، ونحاول على قد ما نقدر واحنا بنفصل الجزء بتاع الصدر عن الورك ان احنا نشيل الجلد بالراحه جدا علشان ما يتقطعش معانا، وفي الاخر يفضل معانا في المنطقه بتاعه الورك زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هو ده الشكل اللي احنا محتاجينه بالظبط. انا هنا يا جماعه الحمام الكداب اهم حاجه فيه ان هو يبقى موجود فيه الجلد بتاعه. الصدر برضو هنخليه بنفس الطريقه اللي احنا خلينا بيها في الفرخه الاولى والفرخه الثانيه. ويا جماعه الغرض من هنا والله ان احنا نحاول ان احنا نطلع اكلات كتيره جدا من الفراخ، بحيث ان هي تنفعنا في الايام الصعبه دي. وتقدري كمان هنا بدل ما تستخدمي الثلاث فرخات تخليها فرخه واحده، بحيث ان انت تستفيدي ان انت يبقى عندك كميه بانيه وكمان الاوراق. يعني حاسه ان هي تبقى اوفر بكتير من انك تشتري البانيه لوحده والاوراق لوحدها. تعالوا بقى اقول لكم ازاي نخلي الورك لحمام كداب. طبعا بيبقى فيه كده قطعه زي العظمه كده بتبقى فاصله بين الوركين وبعضهم، بنحاول ان احنا الاول نكسرها بايدينا، وبعد كده بقى زي ما انتم شايفين بنحاول ان احنا نشيل الجلد بحيث ان احنا برضو ما نقطعوش معانا خالص. بعد كده ما حاولت ان انا افصل العظمه عن الاوراق، بدات كده اظبط الجلد بتاع الورك، يعني بحاول ان هو ازوده كده واظبطه، والعظمه اللي في النص اتشالت معايا في منتهى السهوله. تعالوا بقى كده اقول لكم ازاي بقى تخلوه في منتهى السهوله. زي ما انتم شايفين ان انا كده بحب في الاول ان انا اسني السكينه عشان تبقى حاميه معايا. بجيب بقى الورك وابدا كده احرك الجلد من على الورك، مش بنقطعه، احنا بس مجرد ان احنا بنحركه شويه عشان نعرف
نعرف نشتغل في الورك. بيبقى في كده زي عظمتين موجودين في الورك، العظمة اللي بتبقى موجودة فوق وفي الدبوس بنبدأ إن إحنا بسكينة بنبدأ كده نبينها، وبعد كده بقى بنمسك العظمة اللي فوق وبالسكينة بنبدأ كده زي ما نكون بنكحت كده الفراخ من على العظمة، فبنلاقيها إن هي اتخلت معايا في منتهى السهولة. العظمة بقى اللي بتبقى فاصلة بين الاتنين وبعضهم بنحاول إن إحنا إيه يعني زي ما بيقولوا كده نقطع كده الجزء اللي بيبقى حواليها علشان نعرف بس نشوف العظمة اللي بتبقى موجودة في الدبوس ونبدأ نخليها بالشكل ده. هنا بقى مش بنقدر نعرف، او هنا ما ينفعش ان احنا نسحب كده العظمه مره واحده، ممكن تقطع معانا الورك. احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنجيب كده زي مدق وبندق كده على حته العظمه دي فبتتكسر معايا، فبنيجي نخرجها فبتخرج معايا سهل جدا زي ما انتم شايفين. وعايزه بقى اقول لكم حاجه، ان انت تخلي الوراك في بيتك احسن بكتير جدا من ان انت تخليها في المحل بتاع الفراخ، لانه بصراحه مش بيحافظ خالص على منطقه الجلد زي ما انت بتكوني بتحافظي عليها وانت بتعمليها في بيتك. تمام. تعالوا بقى اقول لكم على حاجه، بيبقى كده اللي هي الثلاث رقبات اللي احنا كنا مقطعينهم وكنا خاليين فيهم منطقه الصدر، هنقطع بقى الرقبه كده ونسيبها على جنب. اما بقى المنطقه اللي احنا خلينا فيها بتاعت منطقه الصدر، العظم ده بيبقى فيه كده زي قطع من الفراخ، هنحاول ان احنا نخليها ونقطعها. ما شاء الله بيجي معايا يعني الثلاث فرخات اللي هم الثلاث مناطق اللي احنا يعني خلينا منهم الصدر، جالي كده منهم القطع الصغيره من الفراخ حوالي 350 جرام. ده طبعا نقدر ان احنا نفرمهم في الكبه ونعمل منهم مثلا ايه زي وصفه كفته. حطينا طبعا الدبابيس في طبق لوحده، والجزء التاني من اوراق الفراخ اللي هو كان الجزء اللي بيبقى فوق حطيناه برده في طبق بحيث ان احنا نستفيد منه. وكمان الحمام الكداب هعمله مثلا كمان في مره. وكمان الكبد والقوانص كنت غسلتها كويس جدا، هستفيد برده منها في وصفه. وكمان الاجنحه دي بقى يا جماعه بصراحه عشقي، بحب جدا ان انا اعملها في وصفات كتير جدا. تعالوا بقى كمان الرقبه دي بحب كده اجمع الرقبه يعني، لان بصراحه بحب برضو اكلها وبحب اعملها في حاجات معينه. تعالوا بقى بعد ما طلعنا كده اللي هو صدور الفراخ من الفريزر، طبعا هي ما كانتش تماسكت معايا قوي، يا دوبك يعني حوالي نص ساعه. خرجتها بقى وبدات كده اسني السكينه، وبدات كده اقطع لشرايح بانيه احسن بكتير من اللي احنا كمان بنشتريها من بره، بنبقى محافظين على تقطيعه البانيه. يا دوبك بس كده بنمشي السكينه على البانيه ونمسك كده بايدينا بنلاقي ان القطعه بتخرج معايا حلوه جدا، مش تخينه قوي ومش رقيقه قوي، بالحجم اللي انتوا شايفينه. هنا خليت صدر ونص من الصدور، اما الصدر ونص التاني هحتفظ بيه كده زي ما هو، هستخدمه في وصفات معينه. حطيت صدر كامل في طبق ونص صدر في طبق تاني عشان بحب اعمل بيه يعني مكرونه. طبعا احنا عملنا كتير مكرونات بالفراخ. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين كده هنحط كميه البانيه في طبق، وما شاء الله هي اصلا الكميه كتيره يعني ممكن استخدمها على مرتين. طبعا كده كنا مقطعين قطعه من الفيليه كده من البانيه، اللي هي قطعه الفيليه اللي بتبقى تحت، وكمان كده كان في كده كام جزء من البانيه ما كانش عاجبني فقطعتهم لقطع حجمها متوسط علشان ابقى اعمل بقطع الفراخ دي رز، اللي هو الرز الريزو اللي بيتعمل بالفراخ، بتبقى وجبه جميله جدا وحلوه قوي. بصوا بقى الغرض من الفيديو ده ان انت ما تروحيش تشتري البانيه لوحده والاوراق لوحدها، انا عارفه ان الاسعار الايام دي واحنا في ايام ما يعلم بها الا ربنا، ممكن تقدري تستخدمي فرخه واحده بس وتقطعيها وتعمليها بالشكل ده، هتقدري برضو منها ان انت توفري وتعملي حاجات كتير جدا. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وربنا يحسن ما بين ايديكم.